أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة الصوت الداخلي. أتمنى الحلقات اللي فاتت تكون ساعدتكم ولو بجزء بسيط بس من إن انتوا تفهموا نفسكم. النهاردة هنتكلم عن الصوت اللي ناسيينه، الصوت اللي في وسط الزحمة والضغوطات والتوقعات والخوف من الغلط والدوشة اللي حوالينا وجوه دماغنا. الصوت ده بيختفي. الصوت ده صوت هادي وصبور، مش بيزعق ولا بيخاف، صوت أصيل وبسيط وصادق. الصوت ده ساعات بيختفي بس مش لأنه راح، لكن عشان احنا بعدنا عنه. الصوت ده هو صوتك الحقيقي. طيب خلينا نفهم ازاي بنفقد صوتنا الحقيقي. بنفقد صوتنا الحقيقي لما نبطل نحاول ان احنا نسمعه ونبقى كل هدفنا ان احنا نرضي كل اللي حوالينا. لما يبقى هدفنا نرضي الناس كلها، ساعتها الصوت ده بيسكت. لما نحاول نختار بناء على الخوف مش الرغبة، يعني لما نقرر ان احنا هناخد الخطوة دي او هنعمل الحاجة دي علشان خايفين بقى من نفسنا، من اهلنا، من كلام الناس، من حاجة تانية جوانا احنا ما واجهناهاش. المهم ان الخطوة دي احنا بناخدها عشان خايفين، مش عشان احنا عايزينها فعلا. فساعتها الصوت ده بيسكت. او لما بنسمع صوت النقد اكتر من صوتنا، سواء بقى كان صوت النقد ده من جوانا او من اهلنا او من اصحابنا او من البيئة المحيطة في العموم، ساعتها صوتنا الحقيقي بيسكت. او لما بنفضل نجري وما نوقفش ونسأل نفسنا احنا بنجري ليه؟ الحاجة اللي احنا بنجري عشانها دي احنا فعلا عايزينها ولا لا؟ هي مناسبة لينا ولا الناس حوالينا بتجري فقلنا نجري معاهم؟ وده في الغالب اللي احنا فعلا بنعمله. فساعتها صوتنا الحقيقي بيسكت. طيب ازاي نرجع نسمع صوتنا ده تاني؟ عشان نسمع صوتنا ده تاني، أول حاجة وأهم حاجة لازم نعملها هي الهدوء. الصوت الحقيقي مش بيظهر في وسط الدوشة والزحمة. الصوت الحقيقي عشان يظهر لازم تديله مساحته ولازم يكون فيه هدوء. عشان كده حاول تاخد من وقتك كل يوم حتى لو 5 دقايق. ابعد عن الموبايل، ما تسمعش مزيكا، ما تسمعش أي حاجة غير إنك بس تقعد مع نفسك وتحاول تسمع صوتك الحقيقي بيقولك إيه وعايز إيه. الخطوة التانية هي الكتابة هنا من غير أي فلترة. اكتبي كل حاجة وأي حاجة تيجي في بالك، لأن الكتابة بالشكل ده هي اللي هتخلي صوتك الحقيقي يخرج. اكتبي أول حاجة تيجي في بالك من غير أي ترتيب، لأن في الغالب اللي هتكتبيه ده هيبقى هو الحقيقة. الحاجة التالتة هي ملاحظة إحساسك. جسمك دايما بيدلك على الحقيقة. جسمك سواء مرتاح، قلقان، حاسس بانقباض، حاسس بخوف. الصوت الحقيقي يا جماعة مش دايما بيتكلم بالكلمات بس، يعني مش هتلاقي صوت جواك بيقولك ما تعملش ده أو اعمل ده، لأ، ساعات بيتكلم بالشعور، بالإحساس. طيب امتى تحس ان انت بقيت فعلا بتسمع صوتك الداخلي؟ لما تحس انك مرتاح حتى لو القرار ان انت بتاخده ده قرار صعب، بس انت مرتاح معاه، ساعتها انت كده ماشي صح. ساعتها كده انت بدأت تسمع صوتك الحقيقي. لما تحس انك رجعت لنفسك، لما ما يكونش فيه صراع او محاولة اقناع لنفسك، يعني مش صوتك جواك بيقولك حاجة وانت بتحاول تقنعه بحاجة تانية، او هو بيحاول يقنعك بحاجة وانت بتقوله حاجة تانية. الصراعات دي اللي بتبقى بينك وبين نفسك دي، ده معناها ان انت هنا مش ماشي صح او مش سامع صوتك الحقيقي. طيب الصوت الحقيقي ما بيحاولش يكسب، يعني هو مش بيتعامل معاك ان هو داخل معركة او ان هو عايز ينتصر، لا، هو بيحاول يهدي الدنيا، بيحاول يشوف ايه الصح ويقولك عليه، ايه المناسب ليك واللي هيريحك وبيقولك عليه. تمرين النهاردة، قبل ما تنامي النهاردة اسألي نفسك لو مفيش خوف كنت هتعملي ايه، واسمعي اول اجابة تيجي في بالك، عشان غالبا هي دي صوتك الحقيقي. الصوت الحقيقي مش بيتكون، الصوت الحقيقي دايما موجود جوانا، مستني ان احنا بس نديله فرصة ونسمعه. الحاجة اللي عايزة أكد عليها هنا هو ان الحاجات دي مش بنعملها يوم وخلاص، احنا بنعملها كل يوم وبنستمر عليها لحد ما ندي مساحة ان خلاص الصوت يبقى واضح وظاهر وقوي وقادرين ان احنا نسمعه، ومفيش اي حاجة بتعمل دوشة عليه، لان الحاجات اللي بتعمل دوشة دي هي الحاجات اللي احنا محتاجين نصلحها، هي الحاجات اللي احنا بنحاول نشتغل عليها كل يوم، علشان في الاخر ما يبقى لهاش وجود وما يبقاش موجود غير الصوت الحقيقي ده بس. المرة الجاية هنتكلم عن ازاي نغذي الصوت الداعم اللي جوانا ده عشان ياخد مكان الخوف او اللوم. واخر حاجة عايزة اقولها، ياريت بس لو مستفيدين اي حاجة من السلسلة دي تدعموني وتقولولي استفدتوا ايه وتشاركوا ده مع اصحابكم، وشكرا.